اهلا بيكم وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن حاجات مهمة جدا. فيديو النهاردة فيه مامس كتير جدا: يا دكتور احنا عاوزين نعرف ازاي نربي اولادنا الصبيان. في كتير بيقول: يا دكتور حضرتك بتبعتي حاجات كتير قوي تخص البنات وتربية البنات ومشاكل البنات والكلام ده كله. طبعا قررت اعمل لكم فيديو عن تربية الصبيان، بس الفيديو ده هيبقى كبير قوي، فانا هعملها لكم على مجموعة فيديوهات او سلسلة فيديوهات. اتفقنا؟ تمام. اول حاجة النهاردة هنعرفها او اكترية الاسئلة اللي ممكن الامهات تسألها: ابني تعبني قوي في اسلوبه، ابني مش بيسمع الكلام، ابني عنيف، ابني عدواني، ابني مش بيذاكر. تعالوا النهاردة نسمع الفيديو ده عن حاجات كتير قوي تخص الصبيان وتخص تربيتهم، ونصائح احب اوجهها لكم علشان تقدروا بجد تربوا اولادكم تربية صحيحة. في معلومة كده عاوزة اوضحها لكم: ان الام بالنسبة للولد هي اول حب في حياته، ودايما بتلاقيه متعلق بيها اكتر من البنت. يعني البنت دايما مش بتبقى متعلقة بمامتها زي الولد. بيفضل الولد متعلق بأمه لحد عمر 6 سنين مثلا. معلومة مهمة جدا: الولاد بتبقى منقسمة لجزئين: جزء بيحب مثلا العربيات، متعلق بالعربيات وممكن يقلب لك البيت جراج من كتر العربيات اللي بيجيبها. الجزء التاني او النوع التاني من الولاد بيحب قوي ان يكون سوبر هيرو، بيحب الوحوش والديناصورات، وبيحب المسدسات والحروب والاكشن. اي ام عندها ولاد هتلاقي ان حياته الاجتماعية اقل من البنت. يعني البنت بتحب ان هي تتكلم وتبدأ ان هي تتعرف على ناس، وتحب ان هي تشارك، وتحب ان هي مثلا يبقى في علاقات، في حوار، في كلام مع الناس التانية. الولد لأ. النقطة اللي بعد كده: دايما الولد مش بيحب ان هو ما يبقاش هادي، يحب ان هو يلعب ويتنطط والعاب فيها عنف. يحب قوي ان ماما تحب يعني مثلا تلعب معاه وتشيله وترميه. يحب مثلا ان هو يلعب بالمسدسات، ويلعب بالعربيات، ويلعب بديناصورات، ويجيب حاجات وبازل. الولاد بتحب قوي اللعب دوت، وماما هتبقى مستعدة الفترة دي ان هي تلعب معاه، ويعني اي حاجة هو بيحب الالعاب دي هو يبدأ ان هو يلعبها، لان دي اصلا هو كده، هو بيحب الالعاب دي. وهو مش بس يعني هي مش بتبقى عنف، بس هو ولد بطبعه ان هما بيحبوا الحاجات دي. دي طباع. يعني ممكن البنت تحب تلعب بالعروسة، تحب تلعب مثلا بدبدوب، بتحب ان هي تقعد تسرح لهم، لان البنات اصلا بطبعهم كيوت كده وبيحبوا يسرحوا للعروسة وبتاع. الولاد كده برضو بيحبوا يلعبوا بعربيات ويلعبوا بحاجات وحوش وديناصورات والحاجات دي كلها. وفي الوقت ده برضو ماما لازم تكون مجهزة نفسها وعندها استعداد ان هي تلعب مع الولاد بالطريقة دي. تمام كده، اتفقنا؟ طيب تعالوا نتكلم في حتة الحمام. الولد مش بيتعلم ان هو يدخل الحمام بسرعة زي البنت. يعني البنت لو ماما وريتها كام مرة، مرتين، 3، 4، ازاي تدخل التويلت وتبدأ ان هي تعمل بيبي لوحدها، هتستجيب من كام مرة. لكن الولد مش هيستجيب بشكل سريع زي البنت. يعني بالنسبة كمان الولاد اللي بيحبوا يلعبوا مثلا بألعاب المطبخ، بيحبوا يلعبوا بالعرايس، ده مش دليل على ان مثلا عنده مشكلة. لا، عادي جدا الولد ممكن يحب يلعب بأدوات المطبخ، يعمل زي يلعب بالألعاب اللي هو كأنه هيعمل بيتزا، كأنه هيعمل أكل ويحطها على البوتاجاز وبتاع.
ده عادي جدا. الام ما تقلقش من حاجه زي كده، لان في مامس كتير برضو يرجعوا يقولوا لي طب هو بيحب يلعب ليه بادوات البنات؟ هو لا، هو ممكن يكون عنده مشكله معينه. طيب ده بيدل على ايه؟ مفيش اي مشكله خالص، وعادي جدا ان هو لو حب يلعب بالالعاب دي. تختلف طبيعه الذكور عن الاناث في كل حاجه، حتى الخصائص النفسيه والجسديه، وبيختلف تربيتهم عنهم، تختلف كل حاجه. بس هنا بيجي دور مهم جدا جدا، هو دور الاب. الاب هو القدوه او المثل الاعلى لاولاده. الاب بيبدا ان هو يجي عليه فتره لازم يكون جنب ابن الولد بشكل مستمر، لانه زي ما البنت بيجي عليها فترات تحتاج فيها الام، الولد برضو بيجي عليه اوقات وفترات بيحتاج يبقى لازم يكون فيها بابا موجود معاه وجنبه. لان كل حاجة بابا علمها للولد وهو صغير بيبدأ الولد سلوكه تربيته وطريقته بتتبني على الحاجات دي. فبرضو لازم الأب يكون ليه دور كبير جدا مع أولاده. في بعض النصائح حابة أوجهها للأمهات وللأبهات بالنسبة لتربيتهم للولاد. تمام. الأبناء بيحبوا قوي يعملوا حاجات كتير، مثلا يحبوا يلعبوا ألعاب معينة، يحبوا يلبسوا لبس معين. وعايزة أقول لكم كمان حاجة يعني بالنسبة لللبس، الولاد بيحبوا انه يلبسوا اللبس بتاعهم يكون سيمبل كده، هو اي بنطلون اي تي شيرت اي قميص مع البنطلون. اللبس بتاعهم ما بيبقاش اوفر، ما بيبقاش مثلا زي البنت جيب وكلونة ومثلا تي شيرت او بادي او فستان وتوك ومش عارفة ايه. لا، الولاد اللبس بتاعهم بيكون حاجة كده سيمبل قوي. طيب بيحبوا ان هم ياخدوا قرارات من دماغهم من بعد سن 2 بيحبوا ان هم ينفذوا كل اللي عاوزينه. طيب هنا نيجي للأم اللي بتبدأ تنقد أولادها. هنا نيجي للأم اللي بتبدأ تعمل ايه؟ تنقد أولادها. يبقى أول حاجة في النصايح اللي حابة أقدمها لكم النهاردة إن احنا نتجنب كثرة النقد اللي انتوا بتنتقدوه للعيال، وخاصة قدام اي حد تاني غريب، حتى لو مش غريب. يعني مثلا هتقولك ايه ده عمته، لا ده جدته، لا ده عمه او خاله، لا ده خالته. فعادي لو احنا اتكلمنا قدامهم، لا بالنسبة للولاد مش عادي. يبقى كثرة الانتقادات دي خصوصا وقدام الناس بتسبب لهم ضعف في شخصيتهم، ولازم ان احنا نبدأ نمدحهم ونتصرف معاهم تصرفات حسنة او كويسة، نبدأ نعززهم. ودوت هيبدأ ان احنا نشيل الجزء بتاع ضعف الشخصية بتاعت الولد، نبدأ ان احنا نبني لهم شخصيتهم، ونبدأ ان احنا نخليهم عندهم ثقة في نفسهم، ونبدأ ان احنا نعززهم قدام الناس التانية. ما يبقاش الولد قاعد في وسطيكوا ده رخم، ده بيعمل، ده بيرخم كتير، ده بيكذب، ده بيتشاقى، ده وحش في الدراسة، ده ما بيسمعش الكلام، لا ده كذب، لا ده عنده صفات كذا وكذا وكذا غلط. بلاش ان احنا ننقد اولادنا قدام حد غريب. الجزء التاني ان احنا نتجنب القسوة او الخشونة المفرطة مع الولاد. تمام. يعني في امهات كتير قوي تيجي تزعق وتشتم وتضرب. الولاد مش زي البنات. الولاد اول ما بيجي عليهم فترة ان هم يبدأوا يوصلوا مثلا لسن 13 14 15 سنة، الولاد بيبدأوا ان هم يخرجوا برا ويتعاملوا مع ناس برا، ويبدأوا ان هم يعني يشوفوا صحابهم اللي بره بيتعاملوا ازاي، بيبقوا عاوزين ان هم يشوفوا شخصيتهم بتبقى قوية. يعني ممكن ماما تيجي تزعق وتقول لهم
وتقول لهم محدش فيكم هيعمل كذا، او محدش فيكم هياخد القرار اللي هو عايزه، او احنا عايزين نجيب حاجة لا مش هتجيبوها، هيبدأ هنا الولد يزهق ويمل، ومش هيبدأ ان هو يقعد في البيت، هيبدأ انه يكون يعني يبص لحاجة تانية، ان هو مثلا عاوز يقعد مع اصحابه على طول، مش عايز يقعد في البيت. حتى لو قعد في البيت هتلاقيه مثلا قاعد على الموبايل بتاعه، هتلاقيه قاعد مع نفسه على الكمبيوتر، على اي حاجة هيعملها، بيذاكر. المهم ان هو مش هيبقى فيه معاكوا انتوا في البيت حياة اجتماعية، لا هيتكلم مع ماما ولا هيتكلم مع بابا، ولا هيبقى فيه تعامل، ولا هيبقى فيه اي حاجة من الحاجات دي. المعلومات عن الرجولة ان انتوا لازم تقسوا عليها عشان يطلع راجل، دي حاجات اشاعات قديمة جدا، ومش بتبقى مع كل الاطفال ولا مع كل الاجيال. ده كلام خلاص بقاله سنين وعمر، ما بقاش فيه دلوقتي ان الام تقسى على الطفل عشان يطلع راجل. يعني لازم زي ما بنتعامل مع البنت بحنية، الطفل الولد برضو بيبقى محتاج ان احنا نتعامل معاهم بحنية. نغرس في قلوبهم وفي شخصيتهم مفهوم الحنان والمعاملة الحسنة. لازم انت كأم وكأب لازم تتعاملوا مع ولادكم بحب وحنان وحنية، وتعلموهم ده علشان يكونوا هم كمان حنينين عليكم وطيبين معاكم. ما تبقاش الام قاعدة مع بابا وتقول له يا ده النهاردة طلع عينيا، يا ده عمل كذا وكذا 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 وكذا. طب انت بقى بتتكلمي مع بابا، بتتكلمي مع عمته، بتتكلمي مع اي حد، بتطلعي فيا العيوب دي كلها، انا بقى هتشقى، انا بقى هرخم، انا بقى هضرب، انا بقى هعمل. وهيبدأ ان هو يتعامل معاكي بأسوأ من كده. عشان كده بقول لكم لازم احنا نتعامل معاهم بالحنية دي، ونغرس فيهم طبع الحنية ولين القلب، علشان يكون هو حنين عليكي، حنين على اخواته البنات، حنين على زوجته في المستقبل، وهكذا. طيب بعد كده النقطة او النصيحة اللي بعد كده، عدم اعطاء ثقة زيادة للولد عن الحد. بقولك خليكي واثقة فيه، بقولك اديله الثقة، بس نبدأ ان احنا منديش حاجة بشكل مفرط. يعني مثلا زي ما بتكلم كده بقول لكم لازم ندي اهتمام للناس الحلوة اللي حوالين مننا، بس ما ندهمش اهتمام بزيادة قوي. لو احنا بدأنا ان احنا ننشغل والاهتمام ده قل، هيبدأ ان الشخص اللي قدامك يحس ان في مشكلة بينكم وبين بعض، فهتلاقوا في تباعدات، انت تبعدي هو يبعد، هو مش حاسس ان انت مثلا مشغولة او مهتمة، فهو برضو نفس الكلام يبدأ يبعد. فانت هنا لما تبدأي تدي للطفل ثقة زيادة عن اللزوم، وبعد كده تبدأي تشكي في تصرفاته، هيبدأ يقول لا ده هي بقت تشك فيا، لا بقت تعمل كذا. فيبدأ هنا الطفل يعمل ايه؟ دماغه تعمل ايرور، ايه ده ماما كانت بتعمل كذا 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 معايا، دلوقتي لا ما بقتش تثق فيا. فهيبدأ يعمل تصرفات هو ما كانش بيحملها، بس بقى يعملها وبيعملها كمان من وراكي. ودي بتخلق ان هو يبدأ ان هو يعني يتعرض او يروح لاصدقاء سوء، يبدأ ان هو يمشي في طريق غلط. ولكن اديله ثقة بس في مساحة كافية من الحرية، ما تلغيش في الثقة اللي انت بتديهاله، علشان الولد ما يبدأش ان هو يتجه لاتجاه غلط. تمام. في جملة، النصيحة دي اللي انا هقولها لكم، في جملة الام دايما تقولي للولد انت بتعيط، انت ما تعيطش، انت راجل، والرجاله ما بتعيطش. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان الرجاله ما بتعيطش؟ انت كده بتزرعي جواه القسوه، بتزرعي جواه ان قلبه يكون قاسي ومش لازم يعيط علشان الرجاله ما بتعيطش. ده العياط ده يعني القلب، يعني حب، يعني حنيه. ما ينفعش ان انت تبدأي ان تقولي ما تعيطش، ما انت بتعيط عشان خاطر زي البنات. مين يا مامي قالك ان العياط للبنات بس؟
فدي مشاعر ولازم الولد او البنت يطلعوها. مش شرط ان الولد يكون قلبه ناشف او قاسي علشان يبدأ ان هو ما يعيطش يعني. تعلميه الاستقلالية. النصيحة اللي بعد كده انك تعلمي الطفل الاستقلالية والاعتماد على النفس، ودي من اهم الحاجات او اهم الركائز زي ما بيقولوا لبناء شخصية طفل. وخاصة ان الولاد لما بيبدأ ان انت تعلميهم ازاي ان هم يعني يبنوا ليهم او تعلميهم الاستقلالية، مش هيحتاجوا بعد كده ان حد يمشيهم او حد يقول لهم على حاجة او يديهم اتجاهات، اعمل كذا وما تعملش كذا، يستنى من حضرتك او من حد تاني اوامر. لا، تعلميه الاستقلالية علشان يقدر انه يبني شخصيته، وانه ما يعتمدش على نفسه على حد غير، على الغير او على الاخرين، ولكن يعتمد على نفسه. تعلميه معنى الرجولة صح. من الاخطاء الشائعة عند الاباء والامهات ان انت تعلمي ابنك ان انت راجل، لازم تكون قوي، لازم الجمل دي انت بتشجعيه على ان هو يكون قوي. لا، انت بتعلميه ان هو يبقى عنيف، متسلط على الناس التانية، يبقى متمرد، ان هو يفهم معنى الرجولة غلط. الرجولة انك تحافظ على غيرك، انك تحب اخواتك، انك تحب ماما، انك تدافع عنهم بكل ما تملك، ما تبقاش قاسي عليهم، انك لما تشوف موقف قدامك تقدر تحله. دي معنى الرجولة. وان لما حد يكون محتاج منك حاجة تعملها له، ما تقولش لا، ما تهربش. تمام. في نصايح تانية زي ان انت تعلميه الثقة بالنفس، وانك تعلميه ازاي يتعامل مع اخواته البنات او مع اي بنت، او ازاي يتعامل مع مامته. وهقف هنا علشان الفيديو ما يبقاش كبير. وكده احنا اتكلمنا عن معلومات بسيطة تخص الولاد، واتكلمنا عن بعض النصائح اللي حبيت اقدمها لكم علشان لو استخدمتوها مع اولادكم يبقى هي دي اول خيط او اول خطوة من خطوات ازاي تعرفي تربي ابنك تربية صحيحة، وانه ما يكونش طفل معقد، وانه يسمع كلامك، وانه يبدأ يتعلم ويفصل ما بين كل حاجة، ويكون عنده حدود مع كل حد بيتعامل معاه او بيتكلم معاه، وانه هو لازم يكون عنده شخصيته، وانه لازم يكون واثق من نفسه، وانه لازم لما يتعامل مع ماما بقى يتعامل معاها ازاي. وده اللي هقوله في الجزء الثاني من تربية اولادي الصبيان، او كيف اربي اولادي الذكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.